بالنسبه للناس اللي ما بتعرفش تبلع، او الناس اللي عندها ديسفاجيا او عندها فيشيال باراليسيس لاي سبب نتيجه فيشيال بالسي او نتيجه ستروك، هنحاول ان احنا نعمل لهم exercises to improve the swallowing and improve the facial and lip muscles. في عندنا 3 اكسرسايز مهمين جدا لازم نعملهم، هم التانج اكسرسايز، swallowing exercise، والفيشيال ليب اكسرسايز او فيشيال muscle exercise. بس دايما انا بحب ابدا ب neck exercise و breathing exercise. مهم قوي قوي النك بوستشر والنك بوزيشن والنك ماسلز مهمين جدا في السوالوينج. الفورورد هيد بوزيشن اللي دايما الناس بتاخده ده بيخلي فيه صعوبه جدا في السوالوينج، وبيخلي ان ممكن البيشنت يشرق نتيجه ان البوزيشن بيبقى غلط وان الماسلز ما بتبقاش قويه كفايه. فاول اكسرسايز اللي احنا بنعمله اللي هو بوستشر كوركشن اكسرسايز فور ذا نيك او كور اكسرسايز، احنا بنخليه يعمل تاك للتشين ان عشان يظبط البوزيشن بتاع النك كلها، وطبعا المجرى بتاع البلع نفسه. تاني اكسرسايز اسمه شيكر اكسرسايز، ده بيبقى نايم فلات سوباين اون هيز باك، ونقول له يرفع راسه بس من غير ما يرفع الشولدر ولا يحرك الشست ولا اي حاجه. ارفع راسك لفوق، حاول تبص على طراطيف صوابعك. ده بيسترنتنينج الانترنسيك ماسلز بتاعت النك، وبيمبروف السوالوينج بعد كده، وبيمبروف النك بوستشر. تاني حاجه بحب جدا ان احنا نعملها هي البريذنج اكسرسايز. مهم جدا البريذنج اكسرسايز في حاجات كتيره قوي، كبريذنج، كاكسجينيشن، كسيركيليشن بتبقى احسن. بس احنا هنركز على الابدومينال بريذنج علشان مش عايزينه يستخدم الاكسسوري ماسلز في البريذنج. معظم الناس بتستخدم اكسسوري ماسلز فور بريذنج زي الستيرنوكليدوماستويد، تلاقيها بترفع الشولدر وهي بتتنفس، او تاخد نفسها وهي قافشه صدرها وبترفع شولدرز لفوق، وده بيزود الفورورد هيد بوزيشن which is bad for swallowing. فهنخليه ان هو يعمل abdominal breathing، نقول له ياخد نفس عميق بمناخيره، يملى بطنه هواء، ونحاول ان احنا نعد من 4 ل 6 عدات. الاول هيبقوا 4 عدات، وطبعا as improvement هيزود ل6 عدات، ونقول له يطلعهم بتنهيده جامده. بيرس الليب، ضم شفايفك وطلع بقوه النفس. نبتدي بقى الجد اللي بيساعد معانا في السوالوينج، ان احنا نحسن السوالوينج ونحسن السبيتش كمان الكلام. التانج اكسرسايز. التانج مهم جدا ان هو يحرك الاكل في بقه ويزقه علشان يبلع في سقف الحلق، يزقه علشان يبلع، وكمان مهم جدا في الكلام. طيب اول اكسرسايز بالنسبه للتانج، طبعا احنا بالنسبه لنا الاكسرسايز دي سهله، لكن بالنسبه له هو هتبقى صعب. هنقول له stick the tongue out as far as possible. طيب نحاول نكرر 5 عدات، ونهولد بعد كده كل عدة مثلا 5 ثواني. طبعا في الاول هيبقى صعب، كل مرة نزود الريبيتيشن وكل مرة نزود الهولد تايم. طيب as improvement هنجيب حاجة زي التانج ديبريسور او معلقة مثلا خفيفة، نقول له يتك التانج اوت as far as possible، نحطه على الابر تانج ونقول له يقاوم. انا هدوس لتحت وهو يقاوم، يحاول يرفع اللسان لفوق. انا هدوس لتحت وهو يرفع لفوق. as a further improvement او another exercise ان احنا نحط tongue depressor تحت التانج ونقول له يزق لتحت. هنديله resistance. exercise تاني حلو قوي، احنا نخليه يحط التيب of the tongue at the corner of the inner cheek، يزق لبره. واز ان امبروفمنت فور ذس اكسرسايز ان احنا نديله ريزيستنس، هحط ايدي على خده من بره، واما يطلع لسانه انا هزقه وهديله ريزيستنس. طيب اكسرسايز تاني مهم جدا جدا ان هو يزق الاكل على الباك اوف ذا ماوث علشان يبلع. هنقول له هتحط طرف لسانك behind your teeth في سقف الحلق، وتحاول ان انت تزحلق طرف لسانك من قدام لحد ورا، لحد الزور لورا. طيب اكسرسايز تاني مهم، هنخليه يطلع لسانه لبره ويرفع طرف لسانه، نقول له حاول تلمس طرف مناخيرك بلسانك. وبرده الناحيه العكس هنقول له حاول تلمس دقنك بطرف لسانك.
اكسرسايز تاني ان احنا ناخد التيب اوف ذا تانج نطلعها على طرف الشفايف ونحرك في نص دايره فوق ونروح ونرجع ونكرر على الشفه اللي تحت. في عندنا كمان كسبيتش ثيرابي برضو، ومن ضمن التانج اكسرسايز ان احنا نقول له يحط لسانه في سقف حلقه ونحاول يقول كلمه الله. هنيجي بقى بالنسبه للسوالوينج اكسرسايز. بالنسبه للسوالوينج اكسرسايز هنقول له ان هو ياخد نفس عميق ونحط ايدينا على الزور من فوق ونحاول نعمل بالبيشن للسوالوينج ماسلز او السوالوينج موفمنت، ونقول له يبلع، واول ما يبلع نقول له يحاول يكح. فاحنا كده بنعلمه ان هو يبلع، وبنعلمه لو في اي اكل او حتى هيشرب نحاول ان هو يطرد الاكل بره بدل ما يشرب. وتاني اكسرسايز برضو مهم قوي اللي هو اسمه سوبر جلوتيك سوالوينج مانوفر. ده اللي هو بيعمل ايه؟ بيحاول ان هو ياخد نفس عميق ويحزق، نقول له احزق كانك عايز تخش الحمام وابلع، وطول ما هو بيبلع كانه بيعمل بيرنج داون. ده بيعلمه ان هو يقفل الابيجلوتس وهو بيبلع كمان عشان ما يشرقش. كمان في اكسرسايز بنقول له يحاول يجارجل، نقول له كانك عايز تتغرغر. طيب نحاول نقول له ان انت املى خدودك هواء، املى خدك هواء، اعمل بالونه من خدك. طبعا لو مفيش كنترول في اللبس ومفيش كنترول في التشيكس مش هيعرف يملى هواء بخده، وهتلاقي الهواء بيسرب من شفايفه. لما يعرف يهولد الاير في خدوده كويس واللبس تبقى مقفوله كويس، الهواء ما بيطلعش، يبقى احنا كده وصلنا لمرحله كويسه جدا. ننتقل بعد كده للاكسرسايزز بتاعه اللبس. كذا حركه. الاول هنقول له ان هو يحاول يقفل شفايفه الاثنين على بعض. تاني يحاول يقفل شفايفه الاثنين على بعض. طيب هنجيب برضو معانا الاول هنبتدي بحاجه تخينه شويه، ممكن معلقه تخينه او خافض اللسان اللي هو التانج ديبريسور ده، ونقول له يحاول ان هو يكيب التانج ديبريسور ده between his lips. طبعا هو في الاول هتلاقيه بينزل منه او بيقع منه، فاحنا في الاول نحاول ممكن نحطه يعني بالعرض شويه بحيث السبورت بتاعه يبقى اكبر. as the exercise proceed ان احنا نحاول ان احنا نقدم الحته الرفيعه. طيب as the exercise proceed هنقول له ان هو يحاول ان هو يرفع التانج ديبريسور ويلمس مناخيره بيه. هنخليه ان هو نحط في الكورنر اوف ذا ماوث ونخليه هولد. طبعا الكورنر اوف ذا ماوث بالنسبه له اصعب من الميدل اوف ذا ماوث. و the other corner. وبعدين هنحاول ان احنا نديله ريزيستنس، يعني هقول له ان انا هحط التانج ديبريسور ده between your lips وهحاول اسحبه، انت قاومني ما تخلينيش اعرف اسحبه منك. احاول اسحبه. طبعا انت هتحس بريزيستنس، هتحس ان انت بتسحب بسهوله او بقى فيه شويه ريزيستنس ولا لا. برضه هنبتدي الاول بالميدل وبعدين الكورنرز ونحاول نسحبها لبره. يبقى هنعمل شويه ليب اكسرسايز ثانيه، ده هيساعده في يعني الكلام، هيساعده في تحريك الاكل او ان هو يحافظ على الاكل ما يقعش من الكورنرز اوف ذا ماوث. هنحاول مثلا ان احنا نقول له ضم شفايفك على بعض وحاول ان انت تقول حرف الاو. او او. طيب اكسرسايز تاني نقول له احنا عايزينه يعمل حاجه زي السمايلنج، نقول له ابتسم. ممكن كتير قوي ما يعرفوش يبتسم، فنقوم نديله انستراكشنز نقول له حاول تقول حرف الاي. حرف الاي منها سبيتش ثيرابي ومنها فيشل ماسلز اكسرسايز. مره نقول له بين سنانك ومره من غير ما يبين سنانه. احنا عارفين الماسلز اللي بتعمل سمايلنج ويبين السنان غير الماسلز من غير ما يبين السنان.